السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي، هنعمل المسقعة. عملناها بأكتر من طريقة قبل كده على القناة، النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة جدا. تابعوني ونشوف عملناها ازاي. نبدأ على بركة الله. عندي البتنجان قطعته مكعبات أو حسب الطريقة اللي تعجبكم، التقطيعة اللي تعجبكم اعملوها. أنا قطعته بالشكل ده مكعبات. هبدر البتنجان بشوية من الدقيق وهقليه في الزيت. طبعا الكميات هتكون حسب عدد أفراد الأسرة، كل واحد يعمل حسب الكمية اللي هو محتاجها. كمان عندي البطاطس قطعتها مكعبات وهحمرها في الزيت. طاسة على النار وحط فيها معلقة من الزبدة وشوية من الزيت، وهشوح الفراخ تاخد لها تشويحة على النار كده. بعد كده هضيف البصل والثوم واسيب كله يتشوح مع بعضه. بعد ما يتشوح هضيف شوية من الفلفل الألوان وهسيب كله يتشوح مع بعضه. هشوح الخضار تشويحة خفيفة كده، مش هخليه يستوي عشان لسه هيدخل الفرن تاني. هنطفي عليه ونروح نكمل بقية الوصفة. بعد كده هنروح نعمل البشاميل. حل على النار واحط فيها شوية من الزبدة وشوية من الدقيق، حوالي معلقتين دقيق ومعلقتين زبدة، وهقلبهم مع بعض كويس قوي لحد ما الدقيق يبتدي ريحته تطلع. هضيف شوية من الفلفل الاسود والملح، وبعدين هضيف اللبن. هقلبه على النار واسيبه لحد لما يتقل القوام بتاعه شوية. عندي كل وصفة كده اصبحت جاهزة. البشاميل اللي خلص، البتنجان قليناه، البطاطس، الحشوة جاهزة. نبتدي نجهز الصينية اللي هندخلها الفرن. صينية وهفرد فيها البتنجان، وبعدين هضيف الحشوة. هضيف شوية من البشاميل، هضيف بعد كده البطاطس، وبعدين هضيف البشاميل. انا البشاميل مش هحط عليه بيض ولا اي حاجة، هحط قطعة من الزبدة بتدي طعم حلو جدا. هفردها على وش الصينية، وكده الصينية بتاعتنا بقت جاهزة انها تدخل الفرن. انا مولعة الفرن يسخن، هدخلها الفرن. وده شكلها بعد ما طلعت، طعمها جميل جدا وريحتها حلوة. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. السلام عليكم.